قام الصبي بحذر بمحو تاريخ الميلاد المكتوب على الشيك واستبداله بتاريخ ميلاده الخاص، ثم وضع اسمه عليه. بعد ذلك أخذ نموذج طائرة كان قد تم نقعه في الماء مسبقا، وأزال شعار شركة الطيران ولصقه على الشيك، وأخيرا ضغط الشيك داخل كتاب لتسويته. وبهذه الطريقة صنع شيكا مزيفا بدائيا لكنه يعمل، وذهب إلى البنك لصرفه. بالنسبة لمعظم الناس كان من الصعب جدا صرف مثل هذا الشيك، لكن بالنسبة له كان الأمر سهلا، لأنه كان يعرف نوع الأشخاص الذين يسهل خداعهم. بعد أن نظر حوله قليلا، وقع نظره على موظفة بنك جميلة بدت وديعة وسهلة الثقة. ابتسمت المرأة ورحبت به وسألته: كيف يمكنني مساعدتك؟ قال الصبي: إنه طيار في شركة الطيران ويريد صرف الشيك. ولدهشته تمت الموافقة على الشيك على الفور تقريبا. بعد هذه النجاح الأول لم يتوقف، بدأ بشراء العديد من نماذج الطائرات، وبدأ بإنتاج شيكات مزيفة على نطاق أوسع، ثم ذهب إلى المطارات والبنوك المختلفة لصرفها، مستهدفا بشكل خاص الموظفات الجدد والجميلات. وبمرور الوقت جمع معلومات عن النظام المصرفي، وتعلم أن هناك أجهزة تكشف الشيكات المزيفة، فاشترى جهازا قديما غير مستخدم وأحضره إلى المنزل ودرسه بدقة. وسرعان ما بدأ في صنع شيكات مزيفة حتى لا تتمكن الأجهزة من اكتشافها. تظاهر بأنه طيار واستقل رحلات مجانية، واستمر في صرف الشيكات المزيفة في جميع أنحاء البلاد. تدريجيا ازداد ثروته، وفي النهاية تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي. تعقب أحد العملاء موقعه في الفندق باستخدام العنوان الموجود على أحد الشيكات المزيفة، ودخل الغرفة وبيده مسدس. وعندما رأى الأدوات الموضوعة على الطاولة، اعتقد العميل أنه أمسك بالمجرم أخيرا. في تلك اللحظة سمع صوت صرف المرحاض من الداخل. خرج الصبي بهدوء دون أن يظهر أي علامات للذعر. ادعى أنه عميل حكومي أيضا، وأنه جاء لاعتقال نفس المجرم. كان العميل مشكوكا في أمره، لكنه مرتبك من هدوء الصبي، حتى أن الصبي سلمه محفظته للتفتيش. وعندما كان العميل على وشك فتح المحفظة، قاده الصبي نحو النافذة وبدأ يشير إلى خارجها إلى شريك وهمي. وأثناء تشتيت انتباهه بالمحادثة، أخذ الصبي بذكاء بطاقة هوية العميل وقال له أن يتولى الباقي. وأثناء كل هذا أخذ الصبي الطابعة والشيكات وغادر الغرفة بهدوء. ظن العميل أنه أمسك بالمحتال الكبير واستراح. بعد فترة قصيرة فتح المحفظة فوجد بداخلها مجرد منشورات إعلانية وقوائم طعام. عندها أدرك أنه كان جزءا من لعبة أكبر بكثير.